جينا نجيب الريحاني تحدثت إلى الدستور، قالت إن والدي نجيب الريحاني كان سيشهر إسلامه قبل وفاته، وبديع خيري سأل شيخ الأزهر وقتها قال له يعتبر مسلم. الليلة في 10 مساء الإعلامية الأستاذة منى الشاذلي تستضيف الأستاذ محمد فائق مستشار الرئيس جمال عبد الناصر. الكاتب والمناضل الكبير الأستاذ أحمد حمروش عضو تنظيم الضباط الأحرار ضيف الحلقة الأسبوعية من الطبعة الأولى الجزء الثالث 7 مساء الخميس. الفنان خالد النبوي قال للمصري اليوم شاركت في الفيلم الأمريكي لعبة عادلة لأنه ينصف العرب ويدين أمريكا. رامي لكح انضم لحزب الوفد، وقع رامي لكح الاستمارة بحضور الدكتور السيد البدوي، واحتمال ضم الوزير السابق محمود أبو الليل إلى حزب الوفد قريبا. الكاتبة نوارة نجم قالت في مقالها بالدستور بعد شرح طويل: تصدقوا بلا إله إلا الله، إنني أذوب خجلا وأنا أكتب هذا الكلام لأناس يقضون 3/4 حياتهم في المسجد والربع الباقي يسألون فيه عم الشيخ عن نواقض الوضوء. كاريكاتير عمرو فهمي في الأخبار: عريس متقدم لعروسة بيقول لحماه يا عمي أنا علي النجف والسجاد والأنطريه والسفرة وانتوا عليكم فواتير الموبايلات. غدا طبعة جديدة، إلى اللقاء.